مصيبه بالنسبه لي هي سيف جعفر. سيف جعفر اللي اصلا كل ماتش لما حتى بينزل في اخر الماتش والدنيا بتكون هاديه ماشي، واحنا اللي ماسكين الكوره بيفقدنا الكوره، فما بالك بقى لما هو اللي يبدا الماتش اصلا باللخبطه اللي عنده. انا بحسه اساسا عنده يعني ايه نزاع داخلي جواه كده، انترنال كونفليكت، بيبقى هباصي ولا اطلع بالكوره، العبها قدام ولا ارجع لورا. بحسه قاعد بيتخانق مع نفسه اصلا والماتش شغال، بحس الكوره جايه له مش عارف يدي انهي قرار، اعمل ايه. بحسه متوتر قوي، بحسه مش عارف يعمل ايه خالص. فلما ماتش يبقى زي كده انت من البدايه اصلا معتمد على ان واحد زي سيف جعفر هو ده اللي المفروض هيقطع الكور ويسلم ده مش هيقطع كور اصلا، هو ما بيعرفش يقطع كور، يعني هي مش بتاعته. بس حتى لو افترضنا الكوره جت في رجله في مكان زي كده هيعمل بيها ايه؟ ما فيش. النهارده كميه كور معديه من اليمين والشمال لسيف جعفر، ما عندوش فكره استخلاص كور، ما عندوش فكره قطع باص اصلا، ما عندوش حتى الرؤيه دي اللي هو لا ده انا هتوقع ان ده مثلا هيلعبها من ورايا، ده هيلعبها بينيه من جنبي، ما فيش الكلام ده. فهو لاعب مش ستة خالص. طب ليه ما جربناش نخلي مثلا صلاح الدين مصدق يلعب عادي خط وسط مدافع؟ على فكره والله كان ممكن يعملها احسن من كده مليون مره. ما عندك جوزوالدو فيريرا لما برضو جرب محمد عبد الغني في خط الوسط المدافع، لما برضو كنا مزنوقين ساعتها في خط وسط مدافع، وقدر انه ينفذها بشكل كويس جدا. ما بقولكش ان انت هتاخد منه اعلى مردود، يعني صلاح مصدق هيبقى نجم فيها، بس بقولك على الاقل كان هيحل الثغرة دي، كان هيعرف انه يقطع الكور عادي، وكان هيعرف ان هو يدخل تدخلات مظبوطة، ويعرف ان هو يفتك الكور من غير فاولات. كان هينفع شوية، ما كانش سيف جعفر ابدا.